اللي راح عليك ما انخلق لإلك، ويلي انخلق لإلك مستحيل يروح عليك. يعني بحياتك ما تفكري انه رب العالمين يكون كاتب لك بشي ويروح لغيرك، او رب العالمين يكون شايفك عم تسعي لشي ومنه خير لإلك وييسر لك اياه عادي. يمكن هيدا شي يلي صار عندي ايمان مرعب فيه، وحس انه عايشه عليه وراضيه حالي فيه على طول، انه نصيب كون بهيدا المطرح، نصيبي اشتغل هيك، نصيبي ادرس هيك، نصيبي اني فوت بهيدي التجربه، نصيبي اني ما كون عم باخد الشيء اللي كان بدي اياه عادي. يعني الفكره انه ما تتعبي حالك على الفاضي، سعيتي لشيء وما زبط نصيبك ما يزبط، امرأتي بعلاقه فاشله اصلا نصيبك انها ما تزبط. والله العظيم لو تعرفوا شو الله منع عنكم مقابل انه يحسسكم بزعل بسيط تجاه شيء، لحتى تشكروا الله انه منعكم من هيدا الشيء قدام شيء اسوأ كان صار معكم. وتذكري دايما انه رب العالمين مستحيل يستخسر فيكي شيء خير لإلك، وحتى رح يعوضك عن كل الاشياء يلي انت بنظرك انك خسرتيها. فليش متضايقه؟